لدينا سلطة تشريعية كاملة ومنفصلة لنيوم. يعني منطقة نيوم أو مملكة نيوم لن تكون خاضعة للدولة السعودية ولا للأمن ولا الجيش والوزارات، بل ستكون مملكة مستقلة يضع قوانينها اليهود ويحكمها اليهود فعليا. ومن كان لا يصدق، يعني من لا يصدق ويظن أننا نتحدث في الخيال، أطلب منه ثلاثة أمور. يعني مطلوب منه ثلاثة أمور، هذا الذي يعني يظن أننا نبالغ. الأمر الأول، أريدكم أن تراجعوا الأوصاف الجغرافية في سفر التكوين الجزء 18 الأسطر من 15 إلى 21، ومراجعة الخارطة التي تبنتها منظمة يانج يهودا هشاشار عام 1917 في نيويورك، ومراجعة الخارطة التي تبنتها الحركة الصهيونية في منشوراتها، ومراجعة الخارطة التي توضع الآن على العملة الحديدية اليهودية بين قوسين اسمها الأجورا، ثم الاطلاع على خريطة إتمار بن إيفي. وبعدها يعني أفهموني كيف حصلت هذه المصادفة العجيبة الغريبة. مقارنة بمخارطة مشروع نيوم السعودي، نجد أن خارطة نيوم هي طبق الأصل خارطة نعوم اليهودية المبشر بها توراتيا. ثم ارجع مرة أخرى لنراجع كتاب شمعون بيريس الرئيس اليهودي السابق الذي أصدر كتابه عام 1995 تحت عنوان الشرق الأوسط الكبير. ثم أخبروني كيف يمكن أن يكون مشروع نيو مملكة نسخة طبق الأصل عن وصايا سفر التكوين، ونسخة طبق الأصل عن خارطة الحركة الصهيونية، ونسخة طبق الأصل عن خارطة إتمار بن إيفي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يكفي أن ننتبه أن مشروع نيوم بكامل تفاصيله ابتداء من مشروع دستوره كما أعلن كلاوس إلى الشركة الأمنية التي رسى عليها العطاء، وهي شركة عوفر اليهودية التي يسرب أنها كانت متواجدة هذا العام وقبل عامين في مكة المكرمة أثناء موسم الحج، إلى الشركات الهندسية التي استجلبها مكتب كوشنير في تل أبيب. يعني المشروع كله الأموال من عندنا، أموال المسلمين، مشروع يقام بأموال المسلمين، التحكم، التخطيط، التنفيذ والاستفادة لليهود. الأمر الثالث، يعني مجرد لحظة تفكير صادق ومراقبة يعني دقيقة سيظهر جليا لكل عاقل فيه ذرة رجولة متبقية، أقول كل عاقل فيه ذرة رجولة متبقية سينتبه كيف أن آل سعود وكهنة معبدهم أمضوا 70 سنة الماضية وهم يطمسون كل الآثار الإسلامية في بلاد الحرمين. حتى الكعبة نفسها أصبحت مطموسة بالمباني السياحية والأبراج فيما حولها، ويحاولون بأي طريقة إزالة الصبغة التعبدية والدينية منها وتحويلها إلى مدينة سياحية درجة أولى. وكيف أنهم ما زالوا في نفس الآن يسيجون كل الآثار اليهودية في المدينة المنورة وأطرافها وخيبر وتبوك وجبل اللوز والمنطقة الجنوبية من جبال تهامة. كل الآثار اليهودية ما زالت حالتها التاريخية كما هي. كل الآثار اليهودية يتم المحافظة عليها على حالتها التاريخية عندما طرد اليهود منها، بينما كل الآثار الإسلامية بما فيها بيت الرسول وبيوت الصحابة اللهم ارضى عنهم تم هدمها بحجة محاربة الشرك. الآثار الإسلامية تؤدي إلى الشرك، أما الآثار اليهودية فلا شرك فيها. لدرجة أن السلطات السعودية اعتقلت رون وايت. هذا رون وايت ابحثوا عنه، يعني أبحاثه منشورة، وهو يعني منقب آثار شهير جدا. هذا الرجل حاول أن ينبش في آثار جبل اللوز ومنطقة نويبع لأنه اقترب من آثار اليهودية كما يصف متعلق بنجاة موسى عليه السلام من فرعون. تم اعتقاله مرتين وتسفيره من السلطات السعودية. الآثار اليهودية الآن يتم حمايتها علنا وحراستها بكل الطرق الممكنة والمحافظة على حالتها التاريخية والتكتم عليها لإظهارها في اللحظة المناسبة. في نفس الآن يتم طمس كل الآثار الإسلامية. وربما تحدثنا في حلقة سابقة كيف أن الشيخ عبد الله، تذكرون الشيخ عبد الله الذي عرفناكم عليه، هاريسون جون فيليبي المشهور بجون فيليبي، كان يسمي نفسه الشيخ عبد الله. هذا وقف عند الكعبة في عام 1931 ميلادية وقال بالحرف الواحد: سنجعل الأجيال القادمة تنسى الوقائع التاريخية في مكة والمدينة. إذن أعزائي جميعا، نحن اليوم نتحدث مرة أخرى عن مؤامرة تسليم بلاد الحرمين لليهود، وهي مؤامرة قاربت على الانتهاء. مؤامرة بناء مملكة نيوم التوراتية بأموالنا قاربت على الانتهاء. وهنا نريد أن نتساءل، بما أن حلقتنا أو برنامجنا هذا متخصص في توجيه الجماهير، نريد أن نتساءل الآن: أين رجال الله في بلاد الحرمين؟ أين رجال الله في بلاد الحرمين؟ على أرض الحرمين عندنا 72 قبيلة، 72 قبيلة على أرض الحرمين، هي قشطة العرب كلهم. من بين هذه 72 قبيلة هناك أقوى 10 قبائل في العالم.
قبيلة عتيبة وعنزة وغامد وزهران وقحطان والدواسر وشمر ومطير وجهينة وبنو تميم. هذه القبائل 10 هي أقوى 10 قبائل في العالم، لا يناظرها في القوة إلا ربما قبيلة البشتون. هذه قبائل محاربة، قبائل العربية قبائل محاربة، وليست مثل قبائل الصين ولا روسيا ولا شرق آسيا أعداد على الفاضي والملان. قبائل بلاد الحرمين قبائل حمالة سيف كابرا عن كابر، قبائل محاربة ومجربة. يمكن مثل قبيلة البشتون قبيلة محاربة أيضا وهم مسلمين. يعني ليس من المقبول عقلا ولا ديانة ولا على مقاييس الرجولة أن ترى هذه القبائل أرض الحرمين تسلم لليهود وهم ينظرون وينتظرون. ينظرون لماذا وينتظرون ماذا؟ يعني عندما نتحدث عن قبائل بلاد الحرمين مثلا نذكر غامد وزهران، أذكر غامد وزهران عقد رسول الله عقد لهم الرايات بيمينه. يعني عيال غامد وزهران النبي بنفسه عقد لكم الرايات. أين الرايات التي عقدها لكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما نتحدث عن عتيبة التي أتشرف بالانتساب لها، ألسنا نفخر على العالمين بأننا من استرضع الرسول في باديتنا، ونفخر على العالمين أن أول لقاء بين رسولنا وبين جبريل كان في مضاربنا؟ أين حق رسول الله علينا؟ 10 قبائل هي الأقوى على مستوى العالم والأكثر شجاعة والأزخر تاريخا في البطولة والنخوة والفزعة. يصل اليهود إلى مقام رسولنا سيدنا رسول الله وإلى كعبة أبينا إبراهيم وأنتم تنظرون. الأمر لا يمكن استيعابه ولا يمكن قبول به ولا يمكن فهمه، يعني صعب فهم الموضوع. ورع بن سلمان هذا ورع يا جماعة، يفصل لكم العبي ويعين لكم مشايخ. أين الشيوخ وحمالين الدم وحمالين السيف؟ يعني أخبروني كيف أقنعكم أن الموضوع الآن جدي؟ الموضوع الآن جدي. وكيف أقنعكم أننا نحن الآن في ساعة الصفر؟ كيف أقنعكم بأنكم إذا لم تتحركوا الآن فلن تتحركوا أبدا، وإذا لم تتحركوا الآن ستصبح المساجد الثلاث تحت سيطرة اليهودية خلال شهور قليلة. هذا نداء للقبائل العربية في بلاد الحرمين. بلاد الحرمين تسلم لليهود، وهذا الأمر ليس تحليل سياسي بل هو منظور واقع. وأعتقد رؤيتكم لنجاسة اليهود تصل بأقدامها النجسة إلى مكة وإلى المدينة وإلى عرفة وإلى قبور الصحابة وإلى البقيع وإلى جوار قبر رسول الله. هذا أكبر دليل أن الموضوع ليس تحليل سياسي، موضوع واقع نعيشه. مشروع نيوم هو نفسه المشروع التوراتي الوارد في سفر التكوين، نيوم مملكة نيوم التوراتية. لذلك نحن يعني ننخاكم، الوصول إليكم صعب، يعني لا نستطيع نحن أن ندافع عن مكة والمدينة، أنتم جيرانها وأنتم الأصل أنكم أنتم حمالين مسؤولية حمايتها. وبلاد الحرمين شرفكم الله سبحانه وتعالى بأن يجعلكم حرسها وأن يجعلكم حماتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في صدوركم وأن ينفخ في روعكم وأن يحرككم ويحرك الفزع فيكم لتحموا دينكم وتحموا أرض بلاد الحرمين وتحموا مكة والمدينة من آل سلول اليهود ومن يهودي خيبر وأمثالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا النداء له صدى حقيقي، وأن نرى أفعال حقيقية على أرض الواقع، وأن يتحرك الرجال وأن يطمس أشباه الرجال في بلاد الحرمين. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، على من اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.